لهذا اسمع حوارها وياه. قالت هداك الله يا هالناعي على من دارت الأقدار، وياه بكربلاء مرمي وراس على الرمح يندى. طرت بالدمع الصفوف وقامت بيدها تومي، خبرني بعزيز اللي من جفني سلب نومي. بعيد الشر على اولادي وقبل يوم عسى يومي، فعلك مرد بالدلال منك ما قبلنا الفال. قل لي حسين نبيا حال ويمتل سافر من الدار، يعود لنا ويرد للدار. عجب منو هذه اللي تسألني؟ التفت على الوادي منادى أظنها الحرة مذهولة، التفت على الوادي منادى أظنها الحرة مذهولة. ليش؟ أقلها حسينكم ذبحوه، أقلها حسينكم ذبحوه، تقل حسين شلون؟ التفت على الوادي مناداه أظنها الحرة مذهولة. سمعوا يا الأمهات يا الأخوات، واحدة فاقدة أولاد أربعة شلون يصير حالتها؟ لكن اسمع هذه مذهولة ليش؟ مفجوعة باسم من؟ قال أقول لها قلها حسينكم ذبحوه، تقل حسين شلون؟ عرف هم البنين وقام ينشف دمعة عيونه، يقلها عظم المعبود أجرك بالذي مفقود، أولادك بعد متعود. قضوا حق الوفا عليهم، قضوا حق الوفا وراحوا للمهجة المختار. ما سألتك عنهم، عمن تسألين؟ قال الهوى خبرنيك بابو فاضل كفى بكربلاء ووفى، بس ما طبل مسنات واخذ من الماي، ومن الماي اخذ غرفة. تذكر عطش شبد حسين، تذكر عطش شبد حسين، وما شرب من الماي قطرة. رجع لمخيم بجوده يروس كان مقصوده. ليش اللي صار عليه؟ لكنهم قطعوا وزنوده، لكنهم قطعوا وزنوده، وصاب العمد بالراس وجسمه على الارض طشار. اسمع جوابها. قالت انا بدر الوفا اولادي رضعتهم، وعلى حب ابو اليمه عودتهم، ولجل عين على الزهره بعتهم. قالوا لي انذبحوا اربعتهم والمواضي وزعتهم، قلت يكفيهم فخر زينب نعتهم.